هكذا هي الحياة، تحمل بين طياتها الكثير من الأقدار، تأخذ منا أشخاصا هم لنا الكون بأكمله، وتترك لنا بقايا ذكرياتهم وضحكاتهم والقليل من آثارهم التي تبكينا كل لحظة. تمر الأيام فنعتاد ذلك الغياب، واعتياده يدمي القلب، فليس أقصى من فراقهم إلا الاعتياد عليه. ولكن هكذا هي الدنيا، دار فناء، ولا خلود إلا في جنان الخلد. في الجنة فقط سنلتقي بأحبة غادرونا رغما عنهم، فارقونا بلا إرادة منهم، نجتمع بهم ونحن موقنون أنه لا فراق بعد الآن. حتما سيأتي ذلك اليوم الذي ترتمون فيه بأحضان أحبتكم، وتتذاكرون أمر دنياكم وكيف كان حالكم من بعدهم، وعن حجم سعادتكم بوجودهم اليوم. وأخيرا، رغم بعدنا عن الراحلين واختلاف مواقعنا وطريقة عيشنا، فلنتواصل معهم بالعبادات، أسعدوهم بالدعاء.